حقيقة قاعد يكون الملجأ الوحيد هو وسائل التواصل الاجتماعي بمشاريب المختلفة. يمكن هي قاعد تكون زي ما قلت لك هي الملجأ الوحيد انه الناس يلجوا لها، عشان انا اذا انا عندي خبر عندي حدث عايز اوصله للمتلقي اوصله عبرها. طيب استاذ محمد، اتفقت معنا على انه في صحف في العيد ما طلعت او بتحتجب يعني اجازه. كيفيه صناعه الخبر في ظروف زي دي، خاصه انك انت زول ناشر الكتروني بيعتمدوا على اخبارك مجموعه كبيره جدا من الناس، بيحصل شو؟ هو اللي بيحصل انه انت الجهه اللي عايزه توصل الخبر بتملكك حقيقه كل المعلومات يعني، او انت تقوم تجتهد براك تجيبه بعد ذاك. بعد ذاك تتم الصياغه العاديه بتاعه الخبر العادي اللي هو الموضوع من جوانبه كلها، والهدف من الخبر شنو، او الحدث تغطيه للحدث كله. وبعد ذاك لازم تتم مراجعه حقيقه لغويه ودقيقه جدا، حتى انه بعد ذاك يطلع خبر هو خبر مقنع للناس، وخبر يعني يوصل الرساله منه. مع أهمية دورك أستاذ محمد في توصيل الرسالة، لكن حالك حال أي موظف وإنسان سوداني بتحتاج أيضا لعطلة، لكن دورك بيحتم عليك أنك تكون ملاحق ومواكب للخبر وإيصاله. هل في فترة العيد أنت بتكون عندك نفس الدور اللي بتقوم به دائما، ولا بتكون موجود مع الأسرة الكريمة بتباشر حياتك الطبيعية من غير ما يكون عندك هوس أو هم أنك توصل المعلومة؟ هي طبعا أنا حي المدام آلاء إبراهيم سعد، أكيد، وأطفالي عثمان وإبراهيم، لكن يظل الهم الإعلامي مسيطر عليك. يعني أنا كنت مع أرفع دي ونزل دي وستاير العيد وهنا بتاع، لكن بعد ذاك الواحد أصر إنه لازم أنا حقيقة يعني زي حاولت أحتجب، لكن في مغتربين راسلوني قالوا يا أخي نحن حرام عليكم ان احنا في العيد نشر لك المحاولات نحن برا ما عندنا عيد أساسا ولا عندنا إجازة. صحيح. فنحن الناس دايرين يعرفوا اخبار البلد الحاصل فيها شنو. فحقيقه يعني نزلنا لرغبتهم وضغطنا على نفسنا اشتغلنا. يمكن النيو ميديا بتخليك انه انت ما عندك دوام، يعني ما عندك دوام مثلا بيبدا كده وبينتهي ما في وقت. ايوه، هي عموما الصحافه عموما مهنه المتاعب، والاعلام عموما مهنه المتاعب، ما فيه يعني مثلا مؤجز ما مؤجز هنا. لكن النيو ميديا او الشغل عبر الواتساب والفيسبوك بيخليك انك انت 24 ساعه انك انت شغال. طيب المصادر في العطله وفي العيد هل بتكون متوفره، ولا كمان الاجتهاد بيكون يعني مضاعف؟ هو انا داير اقول لك حاجه، انه انت عايز مثلا لك مثلا 100 خبر بتجيبها. يمكن في ناس هم بيبادروا يدوك اخبارهم عايزين يوصلوها للناس، ودي بتكتر في فترات العطلات الرسميه. وفي اخبار بتجتهد انت بعلاقاتك، ويمكن الحمد لله انا يعني بقى عندي خبره في هذا المجال، وانا اعمل في كتاب الاخبار يصدر له 3 سنوات. يمكن بقى في كميه من الناس هم بيعتمدوا انه يعني حتى من خارج السودان، يعني في سفارات من خارج السودان هي بتمرر لي اخباره، وانا بشكرهم حقيقه وبحييهم كل رواد الكوكتيل على مستوى العالم. يعني انا في ناس راسلوني حتى من الطرائف، قال لي انا عايز اشترك في الكوكتيل الاخباري، انا سوداني، قال لي معلق في جبال الاسكا. قلت له معلقك هناك شنو؟ قال لي والله الرزق، قال لي انا معلق هنا من 95. قلت له يا اخي ربنا يحفظك، وبقينا نمد بالاخبار في ناس لحد بنما، لحد في كل انحاء العالم. انا مصرين ان يعرفوا اخبار البلد حقيقه. هم نحن نتمنى انه هم يعني ربنا يوفقنا، لانهم نحن بنحس انه بقى عندنا رساله تجاه الناس دي، يعني صح. ناس ما عندهم زمن اول حاجه، صح، ولازم تربطهم بالحاصل في السودان. ايوه يعني ناس يعني زول مثلا ما عنده زمن، هو مثلا دوامه فل او شغال دوامين مثلا في السعوديه، في الخليج، في الدول الثانيه، في فرنسا، في الدول الاوروبيه، في امريكا، في غيره، هو داير يعرف اخبار السودان وما عنده زمن للحاجه دي. يعني دي بقت نحن بنفتكر انه في الكوكتيل الاخباري بقى عندنا رساله تجاه الناس دي. صحيح. طيب، طول الفترة بتاعت رمضان واحتجاب الصحف برغم الزحم في الأخبار والزخم الكبير للأحداث، بنلقى إنه المتلقي بيتجه مباشرة لموقع التواصل وأخذ المعلومة منه. هنا بيكون في مشكلة كبيرة هي عدم أمان المعلومة، ممكن تكون معلومة حقيقية أو شائعة. المصدر